كان صعيب عليا نتوقع ان المنتخب المغربي اللي كان قبل سنوات كيتقاتل غير باش يدوز من الدور الاول اليوم ولا العالم كامل كيدوي عليه. كيفاش بلان؟ دابا ماشي غير الاعلام المغربي اللي كيهضر علينا، حتى الجرائد الاوروبيه ولات كتناقش على المستوى ديال المنتخب المغربي قبل مواجهه البرازيل في افتتاح كاس العالم. ولكن وسط هذا الحماس كامل جات صدمه كبيره. محمد وهبي في اخر لحظه خدا قرار باش يدير جوج تغييرات بسبب الاصابات. عبد الصمد الزلزولي واحد من اخطر اللاعبين في الهجوم المغربي ونايف اكرد القائد الحقيقي ديال خط الدفاع غادي يخرجوا من اللائحه بسبب الاصابه، واللي غادي يعوضهم هما امين سباعي ومروان سعدان. والسؤال هو علاش هذا الخبر دار هذه الضجه كامله، حيت المغرب ما بقاش منتخب عادي. هذا هو المنتخب اللي وصلنا في نهائي كاس العالم في قطر 2022 وخلى اسبانيا والبرتغال وبلجيكا يرجعوا للديار. هذا هو المنتخب اللي دخل كاس العالم 2026 وهو ما بين اكبر المنتخبات اللي الناس كيتكلموا عليها. حتى البرازيل داخله المواجهه وهي عارفه ان المغرب ماشي داك المنتخب اللي كيلعب على الدفاع فقط. المغرب ولا عنده شخصيه وعنده نجوم وعنده طموح يوصل ابعد من انجاز ديال 2022. ولكن دابا التحدي الحقيقي بدا. واش الغياب ديال الزلزولي واكرد غيكون ضربه قويه للمنتخب، ولا السباعي وسعدان غيفاجئوا كل شيء ويكتبوا قصه جديده مع اسود الاطلس؟ خلي لي الراي ديالك في الكومونتير، وما تنساش دير فولو باش يوصلك ديما البلان.